ازاي صممت لوجو بالخطوات. كلمتني مؤسسة من السعودية وطلبت مني اصمم لهم هوية باسم ميجا باور. ميجا باور هي مؤسسة لتنظيم الحفلات والمناسبات والالعاب النارية. فبعد ما خلصنا الميتنج وعرفت كل تفاصيل المشروع، بدأت بخطوات مهمة واساسية لتصميم اي لوجو، وبدأت باللوجو لانه مترتب عليه تصميم الهوية. بعد كده اول خطوة بدأت بدراسة المنافسين في السوق، وبعد كده عملت تغذية بصرية علشان اعرف اجيب افكار، وبعد شوية حلوين من الوقت بدأت اطلع الافكار اللي في دماغي على السكتش، وبعد ما عرضتهم على الشركة اعتمدنا الشكل ده. نيجي بقى على مرحلة التنفيذ. ضفت السكتش على برنامج الاستريتور، وبعد محاولات في التنفيذ وصلت للشكل ده وعرضته على العميل علشان يكون معايا خطوة بخطوة في مرحلة التنفيذ، واخيرا اعتمدناه بشكل نهائي. نيجي على مرحلة الالوان. اخترت الوان مبهجة علشان تليق اكتر مع مجال المؤسسة. وبعد ما خلصت كملت باقي الهوية من مطبوعات ورقية وبروفايل تعريفي للشركة وبراند بوك علشان اوضح فيه فكرة الشعار واعرض عليه الباترن والايكونز والخطوط والالوان اللي استخدمتها، وسلمت الايدنتيتي للعميل بعد 4 اسابيع عمل على البروجكت. وكالعادة رفعت البروجكت على